الجواز والطلاق معروف ان هو كتير جدا في الوسط الفني. تعالوا اقول لكم على اكتر نجمات او نجمات اتجوزوا اكتر من 5 مرات. واول شخصية معانا هي الفنانة او الراقصة تحية كاريوكا اللي اتجوزت اكتر من 14 مرة. الغريب ان في كل الزيجات دي ما خلفتش ولا مرة، لدرجة انها فكرت انها تتبنى واتبنت فعلا طفل وهي في سن 70 سنة. ومن اشهر زيجات الفنانة تحية كاريوكا زواجها من الدنجوان رشدي أباظة. وتاني شخصية معانا هي سهير رمزي، اللي أول ما بنتكلم عنها الجواز الكتير للفنانين أو الفنانات بتيجي في دماغنا على طول صورة سهير رمزي. أشهر جوازات الفنانة سهير رمزي زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي ومن الملحن حلمي بكر. صباح أو الشحرورة اللي معروفة برضو بعدد زيجاتها الكتيرة جدا. صباح اتجوزت أكتر من 12 مرة. من أشهر جوازتها من الفنان رشدي أباظة واللي ما استمرتش أكتر من 4 أيام. والموضوع ده كان مسبب للشحرورة إحراج كبير جدا، لدرجة إنها لما كانوا بيستضيفوها في البرامج ما كانتش بتحب تجاوب على السؤال دون، واللي كانت في الغالب بتتهرب منه. أما عن الشخصية اللي جاية فهي لولا صدقي، واللي اتشهرت بأنها أشهر امرأة لعوب في السينما المصرية، واللي اتجوزت أكتر من 12 مرة، وبيقال إنها وقعت رشدي أباظة في حبها واللي اتجوزته في السر. الفنانة نجوى فؤاد اللي اتجوزت أكتر من 17 مرة، ومن أشهر جوازاتها هو جوازها من الفنان أحمد رمزي اللي ما استمرش كتير، بل بالعكس جوازها من أحمد رمزي استمر لمدة أيام وانفصلوا على طول. أما عن حب حياتها فكان من اللبناني سامي الزغبي. وميرفت أمين اللي وصلت عدد زيجاتها لحوالي 8 زيجات، واللي أشهرهم زواجها من الملحن أو عازف الجيتار عمر خورشيد، ومن الفنان حسين فهمي اللي أنجبت منه بنتها الوحيدة منى. والفنانة ليلى طاهر اللي اتجوزت حوالي 8 مرات، واللي من أشهر جوازاتها زواجها من الفنان يوسف شعبان.